حاسس ان هو فعلا في حاجه مقصرين فيها، بنحاول ان احنا نصلحها. للاسف مش قادرين نأدي الاداء اللي احنا عايزين نعمله غير لما بيبقى في موقف صعب، ودي حاجه لازم تتحسن في المباريات الجايه، لان مش هيبقى في فرصه عندنا ان احنا نعوض حاجه. لازم نتحسن في حاجات كتير جدا ذهنيا. في اوقات من المباراه لازم تعدي بطريقه احسن من دي بكتير. تريزيجيه ما شاء الله كل مباراه تنزل المباراه تنقلب راسا على عقب. اليوم انت رجل المباراه بهذه الجائزه. ما السر الذي تفعله؟ ماذا تفعل؟ دائما انت من يعدل الكفه في المباريات. الحمد لله على الصعود، الحمد لله قدرنا نفرح الشعب المصري اللي يستاهل يفرح، وان شاء الله هنرجع بالبطوله. انا بوعدكم ان شاء الله راجعين بالبطوله ان شاء الله. من اول يوم جينا هنا وانا مدي وعد الاهلي ومدي وعد البلد كلها ان شاء الله ان انا هموت في الملعب والفرقه كلها هتموت ان احنا نرجع بالبطوله. والحمد لله ربنا نصرنا الحمد لله النهارده، وان شاء الله نبتدي على طول من بكره باذن الله في الخطوه الجايه ان شاء الله. تريزيجيه الجميع يتذكر دموعك بعد المباراه النهائيه ضد السنغال، وقلت انت خسرت المباراه النهائيه مرتين ولا تريد ان يتكرر هذا السيناريو بالتاكيد. هل تشعر اننا سنسير الى الافضل؟ لان بصراحه الاداء مقلق بعض الشيء. ان شاء الله ما فيش حاجه مقلقه. اللعيبه دي رجاله، واللعيبه دي هتشوفوا ان شاء الله في الادوار اللي جايه ان شاء الله هدفهم البطوله، لان اللعيبه دي ادت طعم الهزيمه في النهائي. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنرجع ان شاء الله يوم 12 باذن الله بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله. تريزيجيه فقط الدور المقبل، هل لديك تفضيلات بشان الفريق الذي نواجهه ام ان منتخب مصر لا ينبغي ان يخشى اي فريق؟ الحمد لله رب العالمين بلا غرور ولا اي حاجه. احنا مصر، احنا ما بنستناش حد، هم اللي يستنوا يشوفوا مين اللي لعبنا ان شاء الله. شكرا تريزيجيه. شكرا. والله الحمد لله رب العالمين. يعني المهم في الموضوع ده كله ان احنا تأهلنا. طبعا مش زي ما احنا كنا عايزين، ان احنا طبعا منتخب مصر اسم كبير ودايما بننافس على ان احنا نصعد اول مجموعه دايما. لكن خلينا نشكر ربنا ونقول له الحمد لله ان احنا كان عندنا التوفيق والحظ ان احنا نصعد يعني من المجموعه. بصراحه المنتخب سجل 6 أهداف في المباريات السابقه، لكن قبل 6 أهداف ايضا. ليس المردود المنتظر من المنتخب المصري. هل تستشعرون هذا الخلل تتحدثون عنه؟ لان شاهدت اللاعبين تجمعوا في دائره في الملعب بعد المباراه. ماذا تحدثتم بالضبط؟ لا احنا اتكلمنا مع بعض، قلنا ان احنا لازم نبني على اللي احنا عملناه. الحمد لله ربنا ادانا التوفيق ان احنا نصعد. لازم نبني على اللي احنا عملناه دلوقتي. صعدنا وهي ده الحقيقه الواقع اللي احنا فيه ان احنا صعدنا. نحاول نصلح من الاخطاء اللي عندنا ونحاول نبني على الايجابيات اللي عندنا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي كله خير باذن الله. انت كنت موجودا في الكاميرون وكنت من ابطال ملحمه ركلات الترجيح، هل تشعر اننا في الكاميرون بدانا بشكل ليس الافضل امام نيجيريا ثم بعد ذلك تحسن الاداء ووصلنا المباراه النهائيه؟ لديك نفس المشاعر هذه المره؟ هذا التفاؤل؟ ان شاء الله احنا بناخدها خطوه بخطوه، ما فيش سنه زي الثانيه يعني. كل المنتخبات دلوقتي بقت قويه واحنا بنحاول نبذل اقصى حاجه عندنا عشان نوصل للنهائي باذن الله وناخد البطوله.